لو العميل كان ماشي في طريق غلط بس الطريق شكله حلو، ازاي بتشرح له ان جمال الطريق مش هو اللي هيوصله؟ اكبر فخ بيقع فيه اي صاحب بيزنس هو انه بينبهر بالمنظر وبينسى النتيجه. بحب اشبه دايما المثال ده بانه طريق مرصوف بالذهب بس نهايته الهاويه، هل ساعتها هتمشي فيه؟ وهنا بيجي دورنا كشركه او انا كشريك استراتيجي معاه ان انا اقول له خلي بالك، مش دايما اي حاجه العميل هيقولها او العميل عايزها تبقى دايما صح. ما انت لو شايف ان كل حاجه صح كنت عملتها لوحدك. انا موجود هنا معاك عشان ارشدك، عشان اقول لك لا انت رايح ناحيه الهاويه خلي بالك. لان برضه هل المهم انك تعمل حاجه شكلها حلو ولا انك تجيب فلوس؟ اصل احنا هنا مش داخلين نعمل معرض فني، احنا داخلين نحقق ارباح. فلو انت بس عايز حاجه شكلها حلو بس مش بتحقق ارباح، بقت هتبقى خساره شكلها شيك. فدايما اي حد حتى بيجي يتكلم معايا عايز يشتغل معانا، قبل ما بنشتغل سوا، قبل ما بقول له اي تفاصيل، بفتح له الاله الحاسبه، بنشوف الارقام، بنشوف انت الداتا الحاليه اللي عندك ايه اللي لو احنا قدرنا نعمله مع بعض شكل الداتا هيكون عامل ازاي. بيكون الحاجه شكلها حلو بس مبنيه على داتا وارقام عشان توصلك للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. والهدف دايما عندنا بيكون مش عدد اللايكات لكن العائد على الاستثمار، لان هو ده اللي هيوصل العميل لهدفه حتى لو كان الطريق صعب او مش ترند.